السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا عارف ان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات والشورتس قليلة شوية، بس ان شاء الله هرجع لكم وراجعة قوية جدا. معايا احمد النهارده ويا. باذن الله في الحلقة. طيب احمد، عاوز اسألك، ايه هي النميمة والغيبة؟ والنميمة والغيبة زي بعض، اللي هو انت بتتكلم على شخص وهو مش موجود. طبعا ده الكلام اللي احنا كلنا بنسمعه، وان هي حاجه بسيطه يعني، وايه ربنا يغفر لنا واستغفر الله العظيم. طبعا الفرق ما بين النميمه والغيبه، النميمه هي ان انت بتنقل الكلام، يعني ايا كان هو حلو او وحش او خير او شر. الفكره ان انت بتبقى نيتك وحشه وانت بتنقله لافساد شيء او افشاء سر، ان انت بتبوظ حاجه. والنيه طبعا زي ما احنا قلنا الاعمال بالنيات، فالنية بتبقى وحشة ان انت عاوز تبوظ حاجة ايا كان بقى، عيب او مش عيب، وده بيبقى بالفعل والقول. طيب احنا كده عرفنا ايه هي النميمة. الغيبة بقى، طيب الغيبة بقى هي الكلام عن حد، وده اللي احنا عارفينه. الكلام على حد هو مش موجود، بشيء هو يكرهه او شيء انت ما تعرفش تقوله قدامه، او شيء هو مش هيحبه. لو انت واحنا بنتكلم مثلا والشخص ده بقى موجود واحنا بنتكلم عليه، هو مش هيحب ده، بس احنا بنقوله عشان هو مش موجود. فهي دي الغيبة، ان احنا بنقول عليه بسوء، حتى لو الشخص ده فيه اللي احنا بنقول عليه. يعني حتى لو فيه الحاجات اللي مش كويسة، ما ينفعش نقولها ما بيننا وما بين بعض طول ما هو مش موجود. وطبعا الاتنين من الكبائر، من كبائر الذنوب، النميمة والغيبة. يعني مفيش واحدة أخف من التانية، أو واحدة تمشي، أو زي ما احنا لأن هو ممكن يتوب أو يكون تاب فعلا وأنت ما تعرفش وأنت بتقول عنه الكلام ده. فما ينفعش. حط نفسك مكانه، أنت سلبت حقه في إن هو يرد واتكلمت من ورا ظهره. والفكرة إن أنت بعد ما بتتكلم عليه ممكن ترجع تسلم عليه عادي، وغير كده إن الموضوع ده ممكن يبقى فيه نفاق. ان انت بالظبط يعتبر نفاق ان انت بعد ما اتكلمت عليه بكذا وكذا وكذا ترجع تسلم عليه تاني عادي. فاصلا الموضوع من الاول غلط، ودي حاجة انت ما تتمناهاش لنفسك، ولا دينك قالك تعمل كده. والفكرة ان دي من الحاجات انت محتاج الشخص اللي انت اتكلمت في حقه هو اللي يسامحك، ودي ما فيهاش الا او ضعف انك تتأسف له وتقول له معلش انا اسف انا اتكلمت في حقك ولا حاجة. جميلة جدا، ومن الحاجات اللي احنا اتربينا عليها وان ديننا ربنا عليها. وبإذن الله استنونا في حاجات تانية من الحاجات اللي احنا كتير بنسمعها غلط وكتير بنعديها. بإذن الله في القناة هنعمل فيديوهات ان احنا نقف عندها وما نعديهاش، وان شاء الله نبني مجتمع افضل بكتير. بإذن الله. السلام عليكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني.